السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا ان شاء الله في وصفة النهاردة هنعمل صينية الرز المعمر المسكر، وهو نفس المقادير. يعني لو عاوزين نخليه حادق هنحط ملح بدل السكر. معانا 3 كوبايات رز مغسولين ومتصفين زي ما انتم شايفين، وهيبقى معانا لكل كوباية رز معلقة سمنة، وهيبقى معانا لكل كوباية رز كوباية ونص حليب. تمام. ومعانا كوباية سكر، والسكر على حسب الرغبة. انا طبعا ما عنديش طواجن صراحة، فعملته في الصينية، وانا على طول بعمله في الصينية. وبرضو عشان برضو معذرة ما عنديش قشطة بتاعت وش اللبن، لان اخر حاجة لسه عاملاها سمنة، واللي انا عملتها في الفطير، فلسه ما جمعتش الصراحة يا جماعة. هننزل كده بالرز بعد ما غسلناه زي ما انا قلت لكم. كل كوباية رز انا عاملة بالكوباية المعيارية، لكل كوباية رز كوباية ونص حليب، دول 3 كوبايات. ومعلقة سمنة. تمام. انا بحب اغلف الرز بالسمنة الاول. طبعا السمنة اللي عندنا اللي هي البلدي اللي انا عاملاها من وش الحليب دي. هننزل بقى ب3 معالق علشان احنا معانا 3 كوبايات رز. عاوزين تكتروا براحتكم بس عشان ما بقاش دسم قوي. هنقلب كده السمنة مع الرز حلو قوي. طبعا احنا غسلين الرز ومصفينه زي ما انتم شايفين كده، مفيهوش ندعة مية. تمام. وبدل السكر يا جماعة نحط ملح على حسب رغبتكم انتوا. احنا هنا والاولاد بيحبوه مسكر، مش بيحبوه مالح. تمام. هنقلب كده الرز حلو قوي مع السمنة لحد ما نحس ان كله اتغلف بالسمنة زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا اللبن لازم كمان يبقى مغلي معانا يا جماعة، دي ملحوظة قبل ما انساها. كيلو الحليب اللي معانا ده مغلي ولسه سخن نازل من على النار. احنا يبقى معانا كده 4 كوبايات ونص حليب. تمام. لان معانا 3 كوبايات رز عشان يبقى السوا مظبوط. هنحلي بقى الحليب كده. لو احنا هنعمله حادق هنحط الملح في قلب الرز، وعلى حسب برضو الرغبة. هنحلي كده بالسكر. اللبن كده معانا مغلي وسخن يا جماعة، مش ساقع. تمام. انا حطيت كوباية سكر، كوباية صغيرة، وده برغبتكم بقى. لو انتوا عاوزينه حادق حلو هتعملوه بنفس الطريقة، وبدل السكر ملح وبدل الملح سكر على حسب رغبتكم انتوا. بعد كده هننزل بعد ما حليناه هننزل بالحليب كده. تمام. دول 4 كوبايات ونص حليب. ولو عندكم بقى قشطة بتاع وش اللبن زي ما انا بشيل كده، هتحطوا بقى على الوش كده، هتديكوا وش رائع يا جماعة. انا عشان ما عنديش صراحة لسه ما كونتش، فنزلت بمعلقتين سمنة بلدي من اللي انا عاملاها كده على الوش كده برضو، عشان ايه؟ تديني ايه؟ احمرار شوية للوش، وهتبقى حلوة ومعقولة وجميلة بأمر الله. وطعمه كان تحفة يا جماعة. ان شاء الله يعجبكم بأمر الله. يا رب لو كل وصفاتي بتعجبكم ما تنسوش تدعموني باشتراك وشير ولايك للقناة. وشكرا لكل وقفتكم ودعمكم جنبي يا حبايب قلبي واخواتي في القناة. أسرة وأحلى عيلة. ده كان شكلها النهائي. احنا حطيناها تحت الشواية الأول والشاي احمر، وبعد كده نزلناها على الفرن من تحت ووطينا النار خالص لحد ما استوت بالمنظر ده. تمام كده. يعني الاول بنحط الصينيه او الطاجن تحت الشوايه الوش ياخد بس لون، وبعد كده بنقوم نازلين على الفرن من تحت، بنحط الصينيه تكمل سواها. ما بنخليش الفرن عالي، بنهدي النار خالص ونسيبها تستوي براحتها. تمام يا حبايبي. والقطعه طالعه بقطعتها اهو. الرز كان مفلفل وجميل وكان سخن لسه كنت مطلعاه والله. تمام. عرفتوا التسويه ازاي؟ واللي ليه اي سؤال في الوصفة يكتب لي في التعليقات. شكله تحفة وطعمه رائع. يا سلام بقى يا جماعة لو دسيتوا فيه فراخ، يا على جماله. ان شاء الله اعملها لكم برضو الوصفة دي. هنحط في قلبيه فراخ هيبقى تحفة. وبألف هنا وشيف على قلوبكم يا جماعة. وده كان شكله النهائي، الرز المعمر المسكر. يا رب الوصفة تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.